السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بألف خير. ورجعت لكم فيديو جديد ومرحبا بكم معايا في قناتي نجاة جارودي، ومرحبا باللي انضموا جداد. وصفتي لنهار اليوم اختاريت نشارك معكم ان شاء الله شوصون، اسهل شوصون باسهل عجينة كتجي خفيفة ما شاء الله، وبحشوة لذيذة رائعة ما شاء الله اللهم بارك. انا بعجينة وحده وبحشوة وحده حضرت معكم شكلين مختلفين. هاد المملحات ما كيحتاجوش بزاف ديال الوقت وكيجيو رائعين، الشكل ديالهم والمذاق ديالهم رائعين بزاف، ما تندموش عليهم صدقوني، كيجيو غزالين بزاف، سهلين ماهلين واقتصاديين. طبعا الحشوه كتبقى اختياريه وحسب المستطاع. ودابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، خليكم معايا مع الفيديو حتى الاخير. بسم الله. غادي نحتاجو في المقادير، هنايا عندي كيلو ديال الدقيق. هاد المقادير اللي عطيتكم كيخرجوا بزاف ما شاء الله، تقدروا تنقصوا. كيلو ديال الدقيق درت معاه معلقه كبيره ديال السكر، معلقه صغيره ديال الملحه، ونص كيس ديال خميره الحلويات. هنايا عندي 4 المعالق كبار ديال الزبده بحراره المطبخ. وغادي نحتاج الماء البارد للعجن. ونسيت ما ضفتش هنايا معلقه كبيره ديال الخل، حتى هي غادي نحتاجها مع المقادير. اما الحشوه كيف ما قلت لكم الحشوه اختياريه. هنايا انا قطعت 2 بصلات كبار و3 ديال الفلفل الرومي حتى هو قطعته. وغادي نحتاج الزيتون مقطع، القزبور والمعدنوس، وعندي هنايا الكاشير قطعته المربعات، وعندي الجبن. طبعا الجبن كيبقى حسب اللي متوفر عندكم، وتقدروا تستغناو على الجبن والكاشير. وغادي نحتاج الطون او السمك المعلب، عندي الوزن ديال 400 غرام. وعندي معلقه كبيره ديال المايونيز بالنكهه ديال الثومه، تقدروا تستغناو عليها حتى هي. وعندي معلقه صغيره ديال مركز طماطم، ومعلقه صغيره مع مرش ديال الملحه، ومعلقه صغيره ديال العطريه مخلطه. بسم الله. غادي نبداو نخلطوا. اولا غادي نخلطوا العجينه باش نخليوها ترتاح. هنايا ضفت مع العجينه السكر والملحه، ودابا كنضيف خميره الحلويات، ضفت غير نص ديال 7 غرام، ونزيد معلقه كبيره ديال الخل، ونزيد عليهم الزبده بحراره المطبخ. وغادي نخلط هاد الزبده مزيان مع هاد المكونات حتى يولي ليا الخليط مرمل. غادي نستمر هكذا، وكنضيف الماء شويه بشويه وكنجمع العجينه. غادي نستمر هكذا كنضيف الماء وكنجمع العجينه. بعد ما جمعت العجينه ديالي دابا كندلكها. غادي ندلكها مزيان، وغادي نردها للاناء ونغطيها ونخليها جانبا. اما الحشوه غادي نضيف شويه ديال الزيت للفلفل والبصله، وغادي نضيف معاهم الملحه ونخلطهم مزيان. كيف ما كتشوفوا غادي نستمر هكذا نخلط فيهم حتى يذبالوا البصله وهاد الفلفل. كنضيف العطريه ومركز الطماطم، غادي نخلطهم مزيان. وهنايا تقدروا تضيفوا حتى شي شويه ديال الزعفران. ودابا غادي نضيف الزيتون والقزبر والمعدنوس. القزبر والمعدنوس والزيتون ديما خليهم حتى الاخرين. غادي نخلطهم مزيان وغادي نحيدوها على البوطه. من بعد ما حيدتهم من على البوطه دابا غادي نزيد عليهم الطون. غادي نصفيها الطون حيت فيه بزاف ديال الزيت كيف ما كتشوفوا. ونضيف هاد العلبه كامله ديال الطون مع الحشوه ديالنا، وغادي نخلطوها مزيان. نضيفوا عليهم دابا الكاشير. هاد الكاشير والجبن كيبقاو اختياريين حسب المتوفر عندكم. لهم دابا هاد المايونيز بالنكهه ديال الثومه. اما الفرماج غادي نخليه حتى الاخر حتى تبرد ليا هاد الحشوه وغادي نضيفه. من بعد ما خليت الحشوه ديالي تبرد دابا كنقطع عليه داك الفرماج. انا ضفت 8 ديال الحبات ديال الفرماج، وانتم تقدروا تنقصوا اولا تزيدوا اولا تستغناو عليه كاع. وغادي نخلطو مزيان مع الحشوه ديالنا وغادي نخليه دابا جانبا. قطعت العجينه ديالي كيف ما كتشوفوا ما شاء الله ارتاحت وترخات. دابا كندير كويرات من العجينه. ديروا كويرات حسب المستطاع ديالكم باش تسرحوها. وغادي نسرحها مزيان بالدلاك، كنرش الدقيق وكنسرحها.
حتى يولي السمك ديالها رقيق. تحت العجينه ديالي تحصلت على عجينه رقيقه. دابا خديت القطاعه وكنقطع فيها دوائر. من بعد ما قطعت العجينه ديالي كامله غادي ناخذ هاد الزوائد وغادي نجمع العجينه وغادي نخليها جانبا حتى ترخى ونرجع ليها نقرصها عاوتاني ونشكلها. دابا غادي ندير الحشوه في الوسط كيف ما كتشوفوا. من بعد ما عمرت الحشوه ديالي كامله دابا كناخذ هذا الجانب وكنلصقو كيف ما كتشوفوا. الفيديو واضح وغادي نوريك على هاد الجوانب مزيان بالفرشيطه. وكاينه هاد الطريقه تقدروا تاخذوا هكذا العجينه وتلصقوها، كتجمعوا الاطراف ديالها كاملين مزيان. ومن بعد كتوركوا على الجوانب بهذه الطريقه بالفرشيطه باش ما يتحلوش. كيف ما كتشوفوا من بعد ما كملتهم ستفتهم في الصينيه. هنايا خديت العود وكنتقبهم، وفي هذه الاثناء شعلت الفران على نار مهيله وغادي ندهنهم بالبيض. البيض انا خلطت معاه شي شويه ديال الكيتشوب. ودابا كنرشهم بالزريعه ديال الخشخاش. غادي نكملهم كاملين وغادي ندخلهم للفران على نار متوسطه حتى يطيبوا. اما الشكل الثاني هنايا خديت ورق الزبده وسرحت عليه العجينه كيف ما كتشوفوا. غادي ناخذ هاد العجينه غادي نخليها جانبا وغادي نسرحها حتى هذه غادي نديرها رقيقه. من بعد ما سرحت العجينه ديالي ما قطعتش العجينه، درت غير دوك الدوائر باش يسهل عليا ندير الحشوه في الوسط. العجينه اللي كنت سرحت فوق ورق الزبده خديتها بالدلاك ودابا كنسرحها فوق العجينه اللي سرحتها في الاول ودرت عليها الحشوه كيف ما كتشوفوا. غادي نغطي الحشوه ديالي كامله. الفيديو واضح كيف ما كتشوفوا. قطعه وكنقطعها بشكل دوائر كيف ما كتشوفوا ساهلين وما كياخذوش بزاف ديال الوقت. نجمع هاد الزوائد غادي نديرهم في الاناء. من بعد غادي نرجع نسرحهم. وحتى هاد الدوائر غادي ناخذ الفرشيطه كيف ما كتشوفوا كنوريك عليهم الجوانب باش ما يتفتحوش. الفيديو واضح. كيف ما كتشوفوا ما شاء الله كيجيو الشكل ديالهم غزال بزاف. دابا كنستفهم في الصينيه. وغادي نتقبهم بالعود ندهنهم بالبيض اللي خلطت معاه شي شويه ديال الكيتشوب ونشهم بالزريعه ديال الخشخاش وغادي ندخلهم للفران على نار متوسطه حتى يطيبوا ونرجع نوري لكم الشكل النهائي ديالهم. ما شاء الله هادو هما لي شوصون ديالنا اللي تحصلت عليهم كيجيو غزالين بزاف روعه ما شاء الله. اللهم بارك شكلا ومذاقا. طبعا الحشوه كيف ما قلت لكم تقدروا ديروا حسب المستطاع واللي عندكم كتبقى اختياريه. ما شاء الله كيجيو غزالين بزاف والمذاق ديالهم رائع والعجينه كتجي خفيفه بزاف. ونتمنى ان شاء الله يعجبوكم وتقدموهم لعائلتكم بالصحه والهنا ان شاء الله. وإلى هنا كنقول لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.